متابعين قناة رأي عام. والله يا جماعة أنا مش عارف الأخبار في إيه، محمد بيهرج ولا بيتكلم بجد؟ أنا مش قادر أعرف، لأن اللي بشوفه على المنتدى ده كلام غريب. هو كاتب دلوقتي من حوالي 40 دقيقة: إخواتي الغاليين معلش سامحوني، أنا مش هقدر أطلع على اليوتيوب لمدة كام يوم علشان تحفظوا عليا 4 أيام على ذمة التحقيق، والحمد لله على كل حال. وبعديها هيتاخد التليفون في الأمانات. إخواتي الغاليين محدش يقلق عليا. يا يوتيوبر بالله عليك يا محمد، لو انت بتهزر طمنا عليك، سيبك من اي حاجه ممكن تكون بتعمل كده عشان تغيظ حد معين او تضايق حد. اطلع للناس متابعين اخواتك عايزين يطمنوا عليك. انت كنت معانا من كام ساعه يعني، انا مش فاهم، بس يعني ربنا يعدي على خير يا رب. بالله عليك يا محمد لو بتهرج اطلع طمن الناس، عشان الناس قلقت وفي ناس شمتانه وفي ناس هتشمت ومفيش داعي، واحنا كمان على اعصابنا يعني، احنا سايبينك من كام ساعه بس. بالله عليك لو بتهزر زي العاده اطلع وطمنا عليك. احنا عارفين انك انت بتحب الضحك والهزار، بس عشان خاطر ربنا الناس كلها قلقانه ومشدوده. اطلع طمن اخواتك عليك وربنا يعديها على خير يا رب. مش عارف بقى الخبر صحيح، محمد بيهرج، ما اقدرش احكم، اكيد على الله خير، بس لو فيها اذيه ربنا يأذي المؤذي، ما اقدرش اقول اكتر من كده. وربنا عليه خلاص الحقوق. مش عارف محمد اصله احيانا ليه نمر كده اصلا، يحب يضحكنا يحب يفاجئنا، بس انا ما اعرفش هل صحه الخبر ايه، هل هو فعلا ما اعرفش راح يطمن على حاجه في النيابه او يطمن على قضيه ولا اي حاجه. انا ما اعرفش ايه القصه. عملت بس بعد البث بتاعه بشويه نمت ساعه، صحيت لقيت المنتدى ده مكتوب الاولاني اللي هو بتاع انا في النيابه هخلص واطمنكم، وبعد كده هو منتدى تاني: اخواتي الغاليين اخواتي الغاليين معلش سامحوني، انا مش هقدر اطلع على اليوتيوب لمده كام يوم عشان تحفظوا عليا 4 ايام على ذمه التحقيق، والحمد لله على كل حال. وبعديها هياخد التليفون في الامانات. اخواتي الغاليين محدش يقلق عليا. ربنا يطمن عليك يا محمد. ولو كانت نمره يا ريت تطلع تطمن الناس كلها قلقانه، الناس كلها زعلانه. انا مش عارف اكيد في حاجه، انت اكيد يا اما بتهزر معانا بقى يا اما في حاجه. بالله عليك لو في فرصه اطلع طمن الناس، الله يبارك لك. انا زيكم والله يا جماعه، انا بقرا منتديات، انا ما بعت له على الواتس ما ردش، مش عارف ايه. ربنا يعديها على خير. اخبار سيئه على الصبح، الواحد مش عارف في ايه. ان شاء الله تكون نمره من محمد ويطلع يطمنا عليه بنفسه ويضحكنا زي كان بيضحكنا، وان شاء الله الامور تعدي على خير يعني. انت بتهزر ولا ايه الوضع؟ اصل 4 ايام استمرار ايه يا عم وانت ممسوك في جنايه؟ ده اليوتيوب كله اصلا عباره عن جولح مش اكتر يعني. بالله عليك لو بتهزر يا ابو فارس اطلع طمن الناس فعلا زعلانه من الصبح، وان شاء الله ربنا يبعد عنك كل شر وعن ولادك كل شر. حاول تطلع بس او اي حاجه تطمن عليك او تعمل فيديو، الله يرضى عنك. الناس كلها زعلانه والله العظيم عشانك. طبعا في اللي شمتان وفي اللي زعلان، بس يعني انت اللي يهمك الناس اللي بتعزك. يا ريت تطلع يا ابو فارس لو انت بتهزر بالله عليك. انا عارف انك انت بتحب التهريج والضحك وليك مواقف زي كده، فبالله عليك حاول تطلع. لو بتهرج اطلع عشان الناس قلقانه وزعلانه ومتضايقه. شكرا جدا لكم، السلام عليكم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.